قضيتنا اليوم غادي تمشي بينا لمدينة الدار البيضاء بالضبط ب 2008. غادي نتعرفوا على واحد العائلة اللي كتكون 4 ديال الأفراد. الزوج اللي كان الاسم ديالو محمد، ومحمد كان أستاذ جامعي معروف في المنطقة ديالهم، كل شي كيبغيه، كل شي كيحترمه، السيد من الخدمة للدار، من الدار للخدمة. إلا زدتي شي حاجة واحدة أخرى مع هادشي اللي قلت لكم فكيكون المسجد، كيمشي يأذن تما، مرة كيصلي بالناس، كيحفظ الوليدات القرآن، ومن غير هاد الخدمة ديالو كأستاذ كان كيدير الوليدات السوايع بتماما. رمزية اللي عنده اللي ما عنده كل شي كان خارط. محمد كان مزوج بواحد السيدة اللي كان الاسم ديالها سميرة ربات بيت مقابلها دارها وليداتها وراجلها، الباب ما كيلوحاش على برا، السيدة ما كتشوفش الزنقة، واغلب الناس اللي كيعرفوها كانوا كيعرفوها غير بالسمية، ما كتخرج من ديك الدار الا للضرورة القصوى، خارجة مع راجلها لشي غراض، خارجة للسبيطار او شي وثيقة من الضروري تكون حاضرة فيها هي. والناس اللي كيعرفوها هما دوك الجيران المقربين منها بزاف، هما اللي عندها اختلاط من عندهم. محمد وسميرة كانوا عندهم 2 ديال البنات، بنيات كبارات تبارك الله، لأنهم مزوجين مدة طويلة هادي، والأمور كلها كانت غادة بسلام بالنسبة للعائلة. كانوا ساكنين في الدار ديال عائلة محمد اللي توفاو الله يرحمهم، واللي كان عندهم هو الولد الوحيد. الدار كانت كتكون من 2 ديال الطوابق، الطابق الأول كان كيسكن فيه محمد ومراته وبنياته، والطابق الثاني ما كانش مصلوح بالمرة، يعني مازال مصالح السكن. أما بالنسبة لذاك الطابق الأرضي أو السفلي كيف ما كنقولوا فكان مقسوم على، والنص مستفد منه محمد فين كيدير الوليدات سوايع كيف ما قلت لكم، والنص الثاني كان كيعرضوا للكرا، كل مرة كيجي واحد كيدير فيه شي حاجة، كيدير شي مشروع ولا شي حاجة بحال هكا، كيحراموا الرزق تما، كيولي يمشي لبلاصة واحدة أخرى، وكتبقى الدائرة تدور بحال هكا. محمد كانوا عنده 3 ديال المداخل اللي كيدخل منهم الفلوس الشهرية للدار ديالو، ديك الخدمة ديالو كأستاذ، ديك الخدمة ديالو هو كيزيد الوليدات السوايع، والثالث هو الكرا ديال هذاك المحل. في واحد النهار وسط هاد الحياة التالية اللي كنعاود لكم، محمد غادي يخرج من الدار ديالو مع 12 ديال النهار، ومن تما ما غيعاودش يرجع. غاب النهار الاول والثاني والثالث، والزوجه لحد هاد الساعه هادي مازال كتسول غير عند الناس المقربين وعند العائله ديال محمد اللي كانوا بحال نقولوا ريحه الشحمه في الشاقور، او لا فين كنشوفوهم. السيد ما عنده لا مو لا باه لا اللي يسول فيه لا حتى شي حاجه. مره الزوجه كتكلم مع العائله ديالها كيسولوا فيها واش محمد رجع واش مازال ما رجع، وبالخصوص السيد ما موالفاش ليه معاه، كيغيب على الدار ديالو ما كيبات على برا. لحد هاد الساعه هادي سميرة كانت مازال خايفه، ما قادراش تخرج، ما قادراش تمشي تقلب على راجلها. مولفه السيده ما كتخرج حتى كتاخد شوارو، حتى كيقول ليها واش تخرج ولا لا. حتى في هاد الظروف هادي وهو غايب ما قادراش تفوت داك الباب ديال الدار وتمشي ودير شي حاجه مدايرتها لراسها. بناتها كل نهار كيجيو كيسولوا في الاب ديالهم واش رجع، كتقول لهم مازال. حتى غادي يدوز تقريبا المده ديال واحد 3 ايام ولا 4 ايام فين غادي يجي واحد الشخص من نفس ديك المؤسسه فين كان كيخدم محمد، وغادي يسول فيه في الدار ديالو. غادي تطلع عليه سميرة غير من الشرجم، قال ليها واش راجلك كاين في الدار؟ قالت ليه بلي ما كاينش وما يمكنش ليا ندخلك. قال ليها راه طول بزاف وما عنده حتى شي عذر، يعني السبب ديال الغياب ديالو شنو هو؟ هادشي هذا راه غادي يخلق ليه مشاكل في الخدمه. قالت ليه يا ودي غير يرجع، وديك الساعه من بعد نشوفوا الخدمه ونشوفوا المشاكل ديالها. هاد الشخص هذا النيت غادي ينصح سميرة اولا غادي يزعمها باش تمشي وتحط واحد البلاغ بالاختفاء ديال راجلها، لان هاد الشيء اللي وصل ليه ما بقاش كيبشر بالخير. سميرة غادي دير بالكلام ديالو، جرات حدا من بناتها اللي هي البنت الكبيره وقصدات اقرب مركز، وتما فين نزلات واحد البلاغ بان راجلها المده ديال 4 ايام هادي باش ما جاتش للدار. البوليس هنا غادي يطلبوا منها المعلومات الكافيه بحال الصوره ديال محمد، الاسم والنسب ديالو بالكامل، معاش خرج من الدار، شحال المده دابا باش ما رجعش ليها، واش عنده شي سبب كافي اللي يخليه يخرج من الدار غير بهاد المده هادي كامله. وسميرة دارت لازم عطاتهم اجوبه على الاسئله ديالهم كامله. نزلت هذاك البلاغ ومشات كتسنى ما ربما يوصلها منهم شي خبر في القريب العاجل. وفي نفس الوقت السيدة كانت مرة كتحاول تواصل مع الناس اللي كيعرفوه، تسول عليه، تتبع الأثر ديالو،
ولكن ما لقاتش ليه الاثار. محمد في نفس ذاك النهار اللي اختفى فيه السيد ما كانش خدام في الصباح، خرج من الدار ديالو مع 12 ديال النهار على اساس غادي يمشي يقضي ليه واحد الغرض، ومن تما مباشره غادي يمشي للخدمه ديالو. لا داك الغرض تعرف شنو هو ولا هذيك الخدمه ديالو وصل ليها، ولحد هاد الساعه هادي سميره ما زالت كتسنى يوصلها عليه شي خبر. البنت الكبيره ديال محمد كانت عندها سنه اولى في الجامعه، غادي تضطر باش تكمل في داك الشيء اللي كان كيدير الاب ديالها، وغادي تبقى كدير الوليدات دوك السوايع الاضافيه اللي كان الاب ديالها كيديرهم. لحد هاد الساعه هادي الامور كلها كانت مضبوطه، كانوا كيتسناو غير الاب، وسميره كتسنى الزوج ديالها باش يطلع عليها. دازت الايام، القضيه بدا فيها واحد البرود، البوليس ما قدروا يوصلوا لحتى شي حاجه، ما عرفوش فينا راضيه. غادي نخليو هاد المعلومات هادو كاملين بيهم على جنب، ودابا غادي نمشيو للطرف الثاني من القضيه، فين غادي يكون واحد السيد اللي كان ساكن في واحد العماره سكنيه كتطل على واحد الخلا. هاد السيد هذا ليله كامله ما نعسش وما شافش النعاس بسبب واحد الريحه اللي كانت كارهه. هاد الريحه هادي كانت جايه داخله للدار ديالو على شكل الدخان، على شكل شي عافيه شاعله، وبسبب هذيك الريحه واصله لعنده. والمشكل في هادشي هذا كامل هو انه حاول باش يقدر يدوزها هاد الليله الاولى، ولكن حتى الليله الثانيه غادي تعاود تكرر نفس الحاجه، الشيء اللي غادي يخليه يحس باللي هادشي هذا غادي يبقى يتكرر من ديما. فغادي يقرر يمشي وينزل واحد الشكايه باش الناس المسؤولين يجيو يشوفوا شنو واقع تما. مشى علم دار الشكايه ديالو، خرجوا معاه جوج من رجال الامن على اساس باش يشوفوا شنو واقع تما وشكون هذا اللي كيجي وكيدير داك الحريق في داك البلاصه. حتى غادي يتفاجئوا داك الرماد كان مازال بحال نقولوا مازال سخون، يعني عافيه اللي مازال جديده، والسيد كان معصب ديال بصح، والريحه فعلا كانت كتضر في الخاطر. ولو ديك العافيه طفات اللي كيقرب من تما كيحس بواحد الريحه خايبه، بحال الريحه الزفوره، بحال الريحه ديال شي تشوره، سمحوا لي على هاد المصطلحات. فهادوك البوليس هما في الطور انهم يبحثوا ويعرفوا شنو داك الشيء اللي كيتحرق تما. غادي يلقاو عظام بشريه، باش يزيدوا يتاكدوا اكثر كل واحد فيهم كيسول في الثاني وكيتحققوا من المنظر اللي قدامهم. من بعد غادي تبان لهم باللي هذيك فعلا رجل ديال الانسان اولا البقايا ديالها. حوطوا هذيك البلاصه، رزوه باش حتى شي واحد ما يدخل تما، ومن بعد تواصلوا مع الشرطه القضائيه اللي حضرات العين المكان وحضرات الشرطه العلميه والتقنيه، وبداو كيجمعوا في اي حاجه من الممكن توصلهم لشنو كان واقع تما بالضبط. من بعد غادي يطيحوا في بالهم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال النظريات، ولكن مازال حتى شي وحده مؤكدين منها. اول حاجه طاحت لهم في بالهم العمليات اللي كيطراو مثلا في مستشفيات. الناس اللي كيكونوا مرض كيكون من الضروري ياخذوا بحال هاد العمليات هادو ديال يحيدوا واحد الجزء من الجسد ديالهم، ايد ولا رجال، كل واحد على حسب الحاله ديالو. مشاو واستفسروا بخصوص بحال هاد الحالات هادو، الاجزاء ديالهم فين كيمشيو وكيفاش كيتم التخلص منهم. لقاو اسئله مغايره تماما لداكشي اللي طاح لهم في بالهم، وعرفوا باللي في غالب الاحيان العائله هي اللي كتكون مثلا كتحرص على كيفاش غادي تدوز هاد الاجراءات هادي. وفي جميع الاحوال العائلات اللي كيكونوا حاضرين حتى كيتم الدفن ديال هاد الاجزاء، وما كاين حتى شي حاجه اللي كتدوز في السلويه، وما كاينه حتى شي حاجه اللي كدوز بدون مراقبه. لحد هاد الساعه هادي البوليس كان الهم ديالهم الوحيد هو يوصلوا لشكون هو هاد الشخص اللي راجع ليه هاد الجزء او هاد الاعضاء اللي لقاو، بالخصوص انهم كانوا خايفين من في المستقبل يبانوا اجزاء وحدين اخرين في مدن واحده اخرى اولا في احياء متفرقه، وتبان لهم شي قضيه من الجنب اللي تقدر تحيرهم. وفعلا داكشي اللي كان، داكشي اللي خافوا منه طاحوا فيه، انطلاقا من دوك الدلائل وداكشي اللي كانوا جمعوا في عين المكان، البلاصه فين كان كيتواجد الحريق، غادي يطيحوا على واحد البصمه هادي. هاد البصمه هادي كانت على واحد القرعه اللي كانت فيها واحد الماده قابله للاشتعال، وبزاف ديال الحوايج اللي تستعملوا النيت باش يقدروا يشعلوا هذيك العافيه. نفس البصمه بزاف ديال الحاجات كيدل على ان شخص واحد هو اللي كان في ديك المنطقه، وفي جميع الاحوال خاصنا نجيبوه نعرفوه شكون هو، نوصلوا ليه بعدا، وديك الساعه يحل الله. هاد البصمه هادي كانت راجعه لواحد الشخص اللي كان الاسم ديالو الحسن. غادي يخرج لهم العنوان ديالو، فين كيسكن، شنو الحاله العائليه ديالو. حنا كيهمنا غير العنوان.
البوليس مشاو بداو كيسولوا على الحسن، وصلوا العنوان ديال الدار ديالو ووصلوا للمحل ديالو فين كان عنده واحد قهيوه صغيره قهيوه على قد الحال، فيها واحد 4 طويبلات اولا 5 كيجلسوا فيها غير الناس ديال الدرب. غادي يسولوا عليه تما، عرفوا على انه ما كيتواجدش في هذيك القهيوه، وانما كيتواجد في واحد المحل واحد اخر اللي حتى هو راجع ليه في بلاصه بعدا من ديك البلاصه اللي جاو ليها هما بواحد 2 ديال الدروبه ولا دياتا. البوليس غادي ينتقلوا البلاصه الثانيه، وصلوا لذاك المحل اللي لقاوها عباره على سيبر، يعني بلاصه اللي فيها حواسيب، الناس كيدخلوا لتما كيخلصوا بالساعه، راكم عارفين هذاك الشيء. في هذا الوقت هذا كان رائج وما كانش كلشي كتكون عنده الانترنت في الدار. عاوتاني ومره اخرى البوليس فاش غادي يمشيو لهذا المحل هذا ما غاديش يلقاو الحسن تما، ولكن غادي يلقاو واحد السيده اللي كانت في الاستقبال. هاد السيده هادي كانت كبيره شويه في العمر، لابسه مزيان، مقاده الحاله، ماكيال وجه، يعني طليق نيت في الاستقبال. كان ماشي لديك الدرجه لانه هذاك كيبقى غير سيبر وما محتاجش انك ديري ديك الحاله كامله. البوليس غادي يسولوها على الحسن، قالت لهم راه تقدروا تلقاوه في المحل ديالو الثاني، وهنا كتقصد لهم القهوه. عرفوا باللي ما كاينش في القهوه وما كاينش حتى في السيبر، يعني خصهم يديروا واحد المجهود باش يلقاوه. في جميع الاحوال السيد ناس حتى من عنده يمشي فين ما بغى، وكيف ما قلت لكم لحد الساعه مازال ما تابت عليه حتى شي حاجه، وتقدر تكون البصمه ديالو كتواجد تما غير صدفه، والسيد ما عنده حتى شي علاقه، ويقدر في الاصل تكون ما كاينه حتى شي قضيه، يعني غير كيبحثوا اجراءات روتينيه وصافي. البوليس غادي يسولوا هاد السيده هادي شكون هي، باش من صفه هي كاينه تما، واش هي مرات الحسان، واش اختو، على اساس باش ياخذوا منها شي معلومات. هنا غادي تقول لهم باللي هي غير خدامه تما، باش من صفه تقدري تعطينا الهويه ديالك، كيف ما قلت لكم اجراءات روتينيه. هاد السيده هادي كان الاسم ديالها سميره، وهنا غادي تكونوا عرفتوني على من كنهضر، على سميره مرات محمد، واللي هي دابا عند الحسن في نفس المحل ديالهم اللي في الاصل راجلها محمد هو اللي كان كري لهاد الشخص هذا. زعما حتى لهاد الدرجه هادي ما كاينش عندها باش تقضي، ما كاينش يدخل واحد اخر، راجلها ما خلاش ليها شي حاجه هنا ولا هنا، تسنى بعدا غير حتى يبان عليه شي خبار او اللي يعرفوا مالو وشنو طرا به، وديك الساعه دير اللي بغات. عاد تزيد الحاله اللي لقاوها عليها البوليس، غادي تعمقوا مزيان مع سميره في الهضره حتى غادي يوصلوا لديك المعلومه ديال ان راجلها مختفي من فتره، وباللي نزلت واحد المذكره في حقه، ولكن لحد هاد الساعه هادي مازال ما كاين حتى شي خبر عليه. هنا بدات كتكون في راسهم واحد الفكره، ولكن واخا هكاك ما بغاوش يمشيو فيها. كيفاش؟ السيد اللي خدام عنده لقينا البصمه ديالو في واحد البلاصه اللي هي مشبوهه، السيده في واحد الحاله ما كتبينش على ان راجلها مختفي في الاصل، فغادي يخليو كل شيء على ما هو عليه، وركزوا مزيان على المراقبه من بعيد، وفي نفس الوقت غادي يستعنوا حتى بالجيران، بداو كيسولوا فيهم واحد بواحد. شو هذاك الشيء اللي كنت قلت لكم في الاول كامل، وديك الهضره الزوينه اللي كنت عاودت لكم على سميره، كلشي غادي يتقلب. الجيران ما كانش عاجبهم الحال بالمره، المعزه ديال محمد عندهم كانت عندها واحد المكانه خاصه، فما عجبهمش الحال ان مراته من بعد ما هو اختفى دير هاد الحاله هادي. فعرض المعلومه غادي يعطيو 10، قالوا لي ان السيده رجليها خرجوا للشواري، وباللي هذيك الدار داخل ليها اكثر من الخارج، وهما فوق ما كينوضوا يهضروا ويبغيو يقولوا شي حاجه كتقول لهم حق الناس اللي كيجيو كيقراو بنتي، كدير لهم السوايع، وفي كل حاجه كيهضروا معاها عليها كتلقى ليها التخريجه. غادي تبدا المراقبه من بعيد، وغادي يبداو كيبانوا فعلا شي حوايج اللي خلاو البوليس يدخلوا ويديروا شي حاجه. اولهم غادي يعتقلوا الحسن، وبداو كيضغطوا عليه بالهضره بخصوص ديك البصمه ديالو شنو كانت كدير تما، والسيد كان ملتزم الصمت وما بغى يقول حتى شي حاجه. ثاني حاجه غادي يجيدوا لعندهم سميره، وبداو كيحاصروها بالهضره، وغير كيلمحوا ليها، والسيده بان عليها واحد التوتر رهيب. الحسن قرر يبقى ملتزم الصمت، وسميره لحد هاد الساعه هادي مازال ما كاين الظهر حتى شي حاجه اللي غادي يقدروا يتابعوها بها او اللي يزيدوا يضغطوا عليها بها. مازال داكشي علاش غادي تخرج واحد المذكرات بحث اللي غادي يمشيو وغادي يقلبوا اولا يفتشوا بها الدار ديال محمد كامله. الدار اللي ذكرنا غادي تفتش من الفوق حتى لتحت، وفعلا غادي يخرجوا بنتيجه، ماشي غير بنتيجه وانما بصدمه.
هادشي اللي غادي يوصلوا ليه غادي يكون خاصو الجلسة خاصة مع كل واحد فيهم، مع سميرة مع الحسن، يشرحوا لنا فيها كيفاش فكروا، كيفاش خططوا، كيفاش داروا له. داكشي هذا كامل حتى قدروا يتصدروا عليه هاد المدة هذه كاملة في واحد البلاصة اللي كانت تقريبا نقدروا نقولوا محجوبة على الضوء، ما بين داك الجزء الاول من الدار السفلية اللي كانت مقسومة، يعني الجزء فين كان داك السيبير والبلاصة فين كان كيخدم محمد وفين كان كيدير الوليدات السوايع. غادي يلقاو الاثار ديال الدم اللي غادي يقدروا يكتشفوهم بالطرق ديالهم، وفي نفس الوقت هذيك القرقره اولا المهم كل واحد شنو كيقول ليها حتى هي غادي يلقاو فيها اثار ديال الدم. من غير هذا الشيء هذا كانت واحد البويته صغيره، بويته اللي كيف ما كنقولوا كتجي ديما تحت الدروج في الديور اللي كيكونوا سفليين، وكانت مظلمه هذيك البويته ما كاينش فيها الضوء، ومع ذلك غادي يكون فيها واحد الفريغو او الثلاجه تما فيها فين غادي تكون فعلا شي حاجه اللي خلات المحققين مصدومين من الخبز ديال هاد الجوج هادو. ديك الجثه كان ناقصين منها اجزاء وكانت مخزنه تما باش ما تعطيش الريحه وباش يقدروا يدبروا امورهم ويحاولوا على انهم يتخلصوا منها بشويه بشويه بلا ما يفيق بهم حتى شي واحد. السؤال المطروح هنا هو علاش شنو جاب سميرة الحسن وشنو وصل الأستاذ محمد لهذا الشيء هذا كامل؟ القصة وما فيها هو أن محمد في واحد النهار غادي يرجع من الخدمة ديالو للدار بكري، تسير عليه راسو، خدا واحد الإذن من الخدمة ورجع لدارو كيف ما العادة الأمور مضبوطة، حتى غادي يتفاجئ بواحد الراجل في قلب دارو. الأمور الصراحة كانت تحت السيطرة، ولكن محمد ما بغاش يتنسى ليه هذا المنظر هذا. الحسن كاين عنده في قلب الدار كيهضر دارو هو ومراته، السيده لابسه لباس عادي اللي كتلبس قدام راجل ليها ما دايره عليها الزيفه، ما دايره حتى شي حاجه، فهاد الشيء خلى العافيه تشعل في قلب محمد، اولا صافي حس راسو غادي ينفجر، بالخصوص فاش عرف على ان الحسن جاك غير على ولد باش يعطي الفلوس لمراته. لهذا السبب هذا هو غادي يبقى معاها في المشاكل. قولي لي شنو كان كيدير هنا؟ علاش طلع عندك؟ علاش هضرتي معاه؟ علاش دخلتيه من الاخل؟ ديك السيده اللي ما كتخرجش واي حاجه كديرها بشوار راجلها، في واحد النهار في واحد الوقت غير متوقع بالنسبه ليها، هادشي اللي خلاه يشك يجي ويلقى هوا قفة مع واحد براني في قلب الدار. شنو كان مازال غادي يوقع من بعد الله اعلم. محمد غادي يتغاوت مع الحسن وغادي يجري عليه، قال له الا بغيت الفلوس انا اللي غادي نجي ناخذهم من عندك وانا محرز عليك، طلع للدار عندي، الباب ديال الدار التحتاني وما خصكش تفوتو عاد باش انت طالع حتى للطابق الاول. شنو هاد الزعامه هادي كامله؟ تغاوت مع الحسن وجر عليه، ولكن هاد الشيء هذا ما بغاش يتنسى ليه، وليله على قدها وهو مضارب مع سميره. سميره كانت عارفه باللي محمد ما غاديش يدوزها ليها، وبسبب هذا المشكل هاد النزاع غادي يكبر من بيناتهم. ليله على قدها وهما في شد لي نقطع عليك. في الاول بحال نقولوا حس بلي الامور غادي تمشي، ولكن من بعد عرفت بلي السيد ما يمكنش ليه ينسى او لا يتناسى شي حاجه بحال هادي. عرفتوا فاش كتشوفوا شي لقطه وفي ديك اللحظه نفسها ما كتعرفوش كيفاش تصرفوا، كتاخذوا قرار ولكن من بعد بحال كتبداو كتراجعوا فيه، بحال كتبداو تحاولوا تعمقوا في الامور، تشوفوا شنو وقع بالضبط. داك السيناريو بدا كيرجعوا شويه بشويه، بحال دار لي العرض البطيء كيفاش السيد يدا واقفه مع الحسن واخده راحتها كضحك، شعرها عريان، شي حاجه اللي ما كانش من عويدها، حتى باش تكلم مع شي حد ما كتعرفوش عاد باش تدخلوا لقلب الدار. الشيء اللي خلاه يولي متاكد باللي هاد الزوج هادو كاينه بيناتهم شي حاجه. ليلى على قدها كيف ما قلنا، والمشاكل تزادت من بيناتهم. بالصدفه الغد ليه في الصباح محمد ما غاديش يكون خدام، البنات مشاو يقراو، بقى غير هو ومراته. الحسن جا المحل كيف ديما، جاي على اساس غادي يخدم. فتح هذاك المحل بحكم كيف ما قلت لكم كانوا عنده جوج ديال المحلات، فما كانش كيقدر يجري هنا وهنا حتى ل 12 ديال النهار. داك السيبير مازال خاوي حتى غادي تسلط عليه محمد. شنو كنت كدير مع مراتي؟ مع شنو كنت كدير مع مراتي؟ داك النزاع غادي يقوى من بيناتهم. محمد كانت البنيه الجسمانيه ديالو قوى من الحس، والحسن في داك المحل نيت كان حاط بزاف ديال الحوايج اللي من الممكن يقدر يستعملهم، ومنهم واحد الموس. فاش عرف باللي محمد غادي يغلب عليه غادي يمشي يجيب هذاك الموس غير باش يخلعوا به
على حسب الاقوال ديالو صدق طعنو. وهذا الشيء هذا كله هذه وقع بالضبط في ذاك الباب اللوراني اللي كيدخل الدار ديال محمد نيشان، فين كاين واحد الكولوار وكاينه البيته اللي تكلمنا عليها من قبل اللي قلت لكم ظلموا فيها، فين كاينه الثلاجه. الدور ديال ديك الثلاجه ما معروفش، على حسب ممكن يكون كان شي محل من قبل تما اولا شي حانوت، والثلاجه بقات في هذيك البلاصه وهي الوحيده اللي كان عندها مصدر منين كيدوز ليها الضوء. اما هذيك البلاصه كانت مظلمه. الكولوار كان فيه واحد الباب اللي كيدخل نيشان البلاصه فين كان محمد كيخدم الوليدات، سواء واحد الباب واحد اخر اللي كيدخل سيبر من اللور من غير الباب اللي كاين في الزنقه. تما فين غادي يوقع كل شيء، تما فين وقعت الواقعه. الوقت كان ضيق وسميرة كانت خايفه يجي شي حد ويحصلهم اولا البنات يرجعوا من المدرسه، فغادي يشدوا هذيك الجثه وهي غادي تطيح عليه الفكره ديال يديروها في هذيك الثلاجه. وتعاونت هي وياه وجمعوا ديك الروينه كامله. في الاصل ما لقاوش شي مشكل في ان الريحه تطلع اولا شي حد يعيق بهم، كيف ما قلت لكم الثلاجه ما خلات حتى شي حاجه من هذا الشيء ووقع. ها غادي يبداو يفكروا كيفاش يتخلصوا من الجثه، فطحت عليهم على انهم وفي كل مره ياخذوا واحد الجزء منها ويديوه يرميوه في شي بلاصه. هنا قالوا من الممكن مع الوقت يبان البحث والاجراءات وداك الشيء كله يقدر يوصل للبوليس ليهم، ففكروا على انهم يحرقوا هاد الاجزاء هادو. وهذا الشيء بالضبط اللي حاول يدير الحسن. دار الجزء الاول المره الاولى لديك البلاصه، شعل فيه المره الاولى العافيه وما كانش متاكد على انه من الممكن القضيه تنجح، فرجع في المره الثانيه يعني غير جزء واحد راكم فهمتوني، داه البلاصه وحده ورجع لتما جوج ديال المرات. ولكن فاش بانت ليه القضيه حامضه ولا عاوتاني كيستكشف ويشوف شنو كاين تما. بحكم المجرم راه من ديما كيرجع لمسرح الجريمه ويبغى يعرف شنو، واش شي حد رد معاه البال، واش شي حد عاقبيه، فغتبان ليه القضيه تبلبلات. وهنا غادي يحبسوا كل شيء. الجثه بقات في الثلاجه وداك الجزء منها هو اللي غادي يقدر يحل لنا اللغز ديال هاد القضيه كامله خطوه بخطوه حبه بحبه حتى غادي يوصلوا لهاد الجوج هادو في الاول، وعلى حساب الاقوال ديالهم وعلى حساب حتى الشهاده ديال سميره قالت بلي هادشي هذا كله كان دفاع على النفس وبلي محمد هو اللي بدا بغض النظر على السبب علاش. وهادشي هذا كله علاش الواقع كان من الممكن ديروها فعلا قضيه دفاع على النفس. كون تأصلوا وبلغوا في الوقيته نفسها وقالوا هذا اللي وقع هذا اللي وقع هذا اللي وقع. ولكن بعد هادشي هذا كامل اللي داروا وهاد التستر اللي داروا والخطط كامل اللي داروا مع بعضياتهم، هنا غادي تثبت في حقهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وغادي يتحاكموا عليهم بالمؤبد.